فمجلة المنبر الشيعية، والتي يشرف عليها مجموعة من علماء الشيعة وشيوخهم وأساتذة الحوزات العلمية في إيران ولبنان والعراق، تفرد موضوعا كاملا للطعن والشتم بعرض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، موضوع الغلاف بعنوان أم المتسكعين. ثبت في البخاري من طريق هشام بن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، نظرا لأنهم يعلمون مدى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. فقالت فاشتكت أم سلمة إلى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. ولكن لماذا الطعن بشرف النبي والتطاول عليه؟ الإمام علي نفسه كان يجل السيدة عائشة رضي الله عنها، ولعلك تذكر والمشاهد الكريم يذكر أن حرب الجمل التي أريقت فيها دماء كثير من المسلمين، حينما وضعت الحرب أوزارها ووضعت السيوف في أغمادها، كلف علي بن أبي طالب، الإمام العظيم علي بن أبي طالب، كلف ولديه الحسن والحسين أن يرافقا السيدة عائشة في محملها على جملها وفي هودجها يوما كاملا من شروق الشمس إلى مغيبها، والإمام الحسن والإمام الحسين يودعان السيدة عائشة بأمر من أبيهما الإمام علي. وتقوم عقيدة الفكر الدخيل على تكفير الصحابة وأمهات المؤمنين، حيث قال عالمهم الأكبر الملقب عندهم بعلامة الدولة الصفوية محمد باقر المجلسي: وعقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ومن النساء الأربع: عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، ومن جميع أتباعهم وأشياعهم، وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض، وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم. وفي كتابه بحار الأنوار قال المجلسي: لا يخفى على الناقد البصير والفاطن الخبير ما في تلك الآيات من التعريض، بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما. لو قلت لك أريد أن تصف لي من يستحق في زماننا لقب أم الشرور، ستقول لي كل من حارب دين الله كالزعامات الصهيونية النسائية مثل جولدا مائير رئيسة الوزراء الصهيونية وقت حرب 73، والتي كللت بنصر إسلامي سني عظيم. أو قد تقول لي أية عدوة للدين استهزأت بالنبي الكريم كزوجة أبي لهب حمالة الحطب. لكن لو كان هذا السؤال موجها لأحد أبناء الفكر الدخيل، فكيف ستكون الإجابة؟ زين الدين النباطي في كتابه الصراط المستقيم، وهو فصلان، الفصل الأول سماه فصل في أم الشرور عائشة. إنهم لا يصفونها بهذا فقط، بل يقولون الشيطانة، ويقولون أيضا عليهم من الله سبحانه وتعالى ما يستحقون أم الشرور وبغير هذه الأوصاف، ويقولون الزانية التي لم تبرأ من سماء الله عز وجل بالوحي المطهر الذي أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يقول هذه المقولة مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ الله عز وجل زكاها بنفسه مع سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهذه إجازة بالرواية، والإجازة بالرواية إذا كانت من ثقة عدل فهي مقبولة، فكيف لو كانت
من رب العالمين سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يأمر عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين بأن يبلغن دين الله مما يذكر في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المتشيع مثالهم القدوة يستهزئ بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال مؤتمر للحوزة العلمية في قم الإيرانية، ومن جهل السذج من حواليه يضحكون وما علموا أن معنى كلمة حميراء والتي سيضحكون عليها تعني بيضاء البشرة. فهل هذا تجمع في معبد إسلامي؟ لماذا سميت عائشة بحمراء؟ حميراء تصير حمارة. هي تضحكوا ليه؟ انتوا أحرار. هاي أماه يا أماه لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين، جعلت فداك فأنت عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين، ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد دفين. سلم من ألسنتكم الصهاينة وكل أعداء الدين، وتوجهت سهامكم الظالمة قذائفكم الجائرة إلى داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لتهاجموا زوجه أم المؤمنين. لماذا؟ ولمصلحة من؟ لمصلحة المشروع الفارسي القديم الجديد. هم ما عندهم مشكلة مع الصهاينة ولا مع اليهود، وأما ما يطلقونه فهي فرقعات يعني في منتهى الغباء ومنتهى الخيالية. ويستمر مسلسل خدمة الصهيونية والذي يقدمه علماء الفكر الدخيل، حيث قدم عالمه المعروف والذي يلقبونه عندهم بشيخ الطائفة الشيعية العالم الشيعي الطوسي، قدم خدمة كبيرة للصهيونية العالمية حينما فرغ وقته وجهده وقلمه ضد أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قال في كتابه الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، قال: ونعوذ بالله مما قال. اللهم لعن الشريرة الملعونة المفسدة الطاغية الباغية الكافرة الخارجة الكاذبة. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام. فهذه العقيدة تنسف ثوابت العقيدة الإسلامية وتهدمها، كما هي الصهيونية العالمية وغيرها، لكن الفكر الدخيل باسم الإسلام وباسم آل البيت يحارب عقيدتك الإسلامية ويسعى لهدمها. أما الصهيونية فهي عدو خارجي ظاهر واضح للكل، فالمصيبة كل المصيبة بالطابور الخامس. بالنسبة لمن يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فمن المعلوم المقرر عند أهل العلم أنه قد ذهب فريق من أهل العلم إلى القول بتكفير كل من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك فريق يرميهم بالفسق. وأرى والله أعلم أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. فأنا أقول كل من رمى الصحابة رضوان الله عليهم بما هو طاعن في دينهم كرميهم بكفر أو ردة كما يدعي الروافض،
أن أصحاب النبي ارتدوا بعده إلا نفر 3 أو 5 أو 7 كما في روايات متعددة يرويها الشيعة، أن نقول كل من رمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكفر فهو كافر، وهذا التكفير